مرة عايزة أتكلم معاكم ويبقى الكلام من القلب للقلب. الأحداث اللي احنا بنعيشها الأيام دي بقالنا 24 يوم بننام ونصحى وننام ونصحى على أخبار. مش عارفين، كنا في البداية فرحانين إن في خطوة بتتاخد وإن على أرض الواقع لا احنا لسه موجودين ونقدر ندافع ونقول ونقوم. الأحداث ابتدت تبقى أسرع مننا والمشهد ابتدى يبقى أقوى مننا واصعب، ومفيش اصعب في الدنيا من فقد الاحبه. ان ام ما تلاقيش ابنها في لحظه، او الاخ يدور ما بين الاشلاء على بقايا اهله. والفكره اكبر من ان احنا ازاي نكمل حياتنا وازاي نكمل يومنا وازاي حياتنا تستمر واحنا حاسين احساس بالعجز والضعف، مش عارفين نعمل حاجه. فكره حتى سلاح العاجز في الدعاء بقى بالنسبه لنا حاسين فيه بالاهانه، خصوصا للجيل اللي انا انتمي منه واللي احنا اعمارنا دلوقتي ما بين 40 و50. الجيل ده شهد احداث كتير جدا، وشهد صراعات وحروب واوبئة. ازاي يقدر يبقى صامد في وسط كل ده؟ وازاي ممكن ان هو يتخطى الازمة؟ وازاي يقف ويكمل حياته؟ ومش جاية اقول لحضراتكم كلام نظري موجود في الكتب، قد ما انا عايزة افضفض معاكم حقيقي كلام من القلب. كنت بفكر ايه اللي حصل في غزوة بدر، خلى ربنا سبحانه وتعالى سخر للجنود ملائكة بيحاربوا معاهم، بيساعدوهم وبينصروهم. ايه درجة الايمان والثقة اللي كانوا بيحاربوا بيها العدو لدرجة ان ربنا سبحانه وتعالى يأيدهم؟ معقولة يكونوا عملوا اللي عليهم للدرجة دي؟ وثقوا في نفسهم ووثقوا ان هم بيحاربوا الباطل وان هم حقيقي على حق. ايه درجة الثقة اللي كانوا بيحاربوا منها؟ وكنت بفكر كمان في غزوة احد وازاي اتقلب النصر الهزيمة للمسلمين. فرقة واحدة بس خلفت اوامر الرسول عليه الصلاة والسلام، وخلفتها لمجرد انها انشغلت شوية بامور الدنيا، وان امور الدنيا او مكاسب الدنيا شافوا ان النصر محقق لا محالة، فابتدوا ينزلوا يجيبوا الغنائم، وانقلبت بعدها المعركة من النصر للهزيمة. معنى كده ان احنا عندنا اسباب للنصر وعندنا اسباب للهزيمة. طب نعمل ايه؟ اول حاجة واهم حاجة واخر حاجة ان احنا نكون عندنا ثقة بالله سبحانه وتعالى، وان النصر حتى لو اتأخر شوية او اتدفع له تمن غالي فعلشان خاطر هو يستحق ده. والحاجة التانية اننا نشتغل. حل كل ازماتنا في ان احنا نشتغل بجد، كل واحد في مكانه، كل واحد في موقعه. انا شخصيا مش بؤمن ان في مناصب عالية ومناصب مختلفة وان في شغل كويس وشغل لا. كل شغل وكله ربنا سبحانه وتعالى طالما حطك في مكان يبقى انت قده، يبقى انت لازم تجيد فيه، لازم تكون قد المكان ده. سلاحنا دلوقتي علشان نقدر نمر بالأزمة دي اننا نشتغل في كل مكان، ونشتغل في كل شيء، ونشتغل بكل طاقتنا علشان نقدر نتخطى كل أزمة ممكن تمر علينا. دمتم بحب، مع أميرة عبد الرازق، استشاري نفسي وأسري.